والله انا ما انا جايه اوعدكم بحاجه واقول لكم انتوا ايه اللي هيحصل لكم. انا سايبه لكم التعليقات مفتوحه، وعاوزه كل اللي يجرب الوصفه دي بكل ثقه يدخل ويقول اللي شافه واللي حصل له. وانا متاكده ان بفضل الله وحده ان الوصفه دي هتكون السبب الوحيد بعد فضل ربنا علينا ان احنا نقف على رجلينا من تاني. عندكم الام مفاصل، الام غضروف، الام كمان في الركبتين، عندكم هشاشة عظام، يبقى ما ينفعش ابدا تفوتوا الفيديو ده، وكمان ما تقوموش تطبقوا الفيديو. لاول مرة بقول لكم ان انا وصفتي من مكون واحد. دايما لما بنجيب وصفات طبيعية بنبقى محتاجين ندخل معاها وصفة والتانية فالتالتة، بس في الفيديو ده انا مش عاوزة غير المكون ده وبس، الحفنة دي وخلاص. والحفنة دي بفضل الله قبل النوم وشوفوا النتيجة. انا عارفة ان انتوا شفتوا وصفات كتير ومش بتجيب معاكم نتيجة، علشان كده الوصفة دي جاية لكم النهاردة مخصوص. تعالوا بقى نشوف وصفتنا ونشوف تفاصيلها وازاي نحضرها وهنستخدمها ازاي. بس طبعا قبل ما ابدا حابه اقول لكم على حاجه، لو بتحبوا فعلا ان انتوا تفيدوا غيركم فاعملوا لايك كتير اول الفيديو ده علشان الفيديو ده ينتشر وناس كتير جدا تشوفه. وكمان بقى يشرفني ويسعدني وتاج على راسي كمان انكم تشتركوا معايا في قناتي وصفه وطبخه مع لولا. وصفتي النهارده ما شاء الله اللهم بارك، وصفة كده والله بتتكتب على روشتات طبية ومن أكبر الدكاترة، وتقول مع العلاج لازم نداوم على المكون ده. ناس بتقول بيوقف على الرجل، وناس بتقول اوعوا تاخدوه. طب نصدق كلام الدكاترة ولا نصدق الناس اللي عاوزة انا بس ايه نتنينا نلف على دكاترة وناخد في علاج كتير؟ طيب انا عاوزة بقى اصدق اللي جرب الوصفة بنفسه. اول ما جبت الوصفة دي واعتمدتها واتأكدت ان هي فعلا بتجيب نتيجة كويسة، فجبت طبعا حد اثق فيه واستخدم الوصفة. تاني يوم ما شاء الله كان بعتلي كمية دعوات كتير وما كانش مصدق ايه اللي حصل له. طب معقولة؟ ايوه قال لي معقولة. طب كنت بتاخد علاج تاني معاه؟ قال لي لا بالعكس، ده انا وقفت كل العلاج لما استخدمت الوصفة دي. قلت خلاص يبقى يعني فرج من عند ربنا ان بمكون واحد بس ما ضفنالوش اي حاجة تاني خالص ان الوصفة دي تكون كفيلة. ولما بحثت ودورت وسألت كل الدكاترة قالوا لي لان هو اصلا كل الادوية بيكون فيها نسب بسيطة من مستخلص النبات ده، فلما احنا بناخده لتاني يوم ما شاء الله اللهم بارك بتكون النتيجة بدأت تمشي في الجسم كله. وكمان بيساعد على نمو العظام للناس اللي يعني فوق ال60 وال70 سنة. طيب المكون اللي معايا وهو حب رشاد، وده بيكون شكله، خدوا بالكم من حاجة، حب رشاد ده ممكن تروحي العطار تلاقي لونه مدي للاسود معاكي، وطبعا هو اللون الطبيعي بتاعه ده يا جماعة هو ده لونه حب رشاد زي ما انتوا شايفين بالطريقة دي، بيكون ده شكله وده لونه وده كل مميزاته. فببدأ ان انا اجيب اي كوباية تكون موجودة عندنا بالشكل ده وانزل عليها بمعلقة صغيرة من معالق الشاي اللي احنا بنسميها كده زي حفنة. تمام كده تمام. بعد ما نزلت عليها بالشكل ده بكون في الوقت ده غالية مية وغلياها كويس جدا. ننزل عليه بالمية المغلية زي ما انتوا شايفين بالطريقة دي كده. تمام اوي كده، ولا تقليب ولا اي حاجة تماما. على طول هنبدأ ان احنا نجيب اي طبق ما عندنا ونغطي. لازم التغطية يا جماعة، ما ينفعش ابدا ابدا ان احنا نعمل الوصفة دي من غير ما نغطي، لازم نغطي. وبنسيب الوصفة دي لمدة 7 دقايق كاملين. بعد ال7 دقايق هنلاقي ان هي اصلا حبة رشاد ده مادة جيلاتينية كده او بتزداد، يعني بتنفش وبتعمل، فاحنا بتتنفخ كده الحبة بتاعتها، بتشرب السوائل وبتتنفخ معانا. فاحنا بنسيبها لمدة 7 دقايق وهنبص من الوقت للتاني هنلاقي ان حجمها زاد معانا في المية. في ناس بتستخدمها على الحليب بس افضل نتيجة ان انتوا تعملوها بالطريقة دي.
شايفين انتوا مع الوقت هتبصوا تلاقوا ان هي، شايفين يا جماعه، بتكون ماده زلاليه الزان بالشكل ده. طيب بناخد الوصفه دي ازاي؟ بناخد الوصفه دي قبل النوم مباشره، يعني بنكون خلاص استعدينا للنوم، نبدا ان احنا ناخد الوصفه دي قبل النوم، وبسم الله ما شاء الله من اول يوم هتكون النتيجه ممتازه. وطبعا نستمر عليها لمده اسبوع، ما تقلقوش، معلقه صغيره في اليوم من حب رشاد بفضل الله وحده توقفكم على رجلكم من تاني. وصفة سهلة بسيطة بدون مكونات كتير بدون تعقيد، مفيش لها أي أضرار بفضل الله وحده.